بلاش الراجل ده لان عينيه فارغة، عينيه ما بيملاش غير التراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. آه الراجل ابو عين زيغة ما ينفعش ان انت تتجوزيه. يعني حد هيقول لي يا نصرة الكمال لله وحده، انا عارفة طبعا ان الكمال لله وحده، وعارفة ان جميع البشر اللي على وجه الارض فيهم عيوب، ولكن في عيوب بنقدر نتعامل معاها، وفي عيوب لا، مش بتبقى الحياة صعبة في التعامل معاها. اقول لك ليه الراجل ابو عين زيغه، انت مش هتملي عينه ولا هتكفيه مهما عملتي. يعني دايما واحده تحب واد، البنات دايما تميل للراجل اللي هو قال ايه، يعني حسين فهمي بقى في زمانه، الواد التقيل اللي بنظره منه يوقع مية والف. طبعا الكلام لهبل ده. عموما الراجل ابو عين زيغه ده عينيه ما يعني ما بيملاش غير التراب فعلا. فاحنا بنبني اسره والجواز يعني بيبقى طبعا في الاول حب والكلام ده. بعد الجواز، بعد بالعربي كده او بالبلدي ما يتقفل علينا باب ونبقى مع بعض، مش الحب مش بيروح، لكن بيخش مكانه حاجات تانية. بيخش مكانه بقى ان احنا عايزين نعمل اسرة، وان احنا نحافظ على عيالنا، وان احنا عندنا مثلا الشغلانة دي مش مكفية فبنشتغل شغلانة تانية عشان نكفي ظروفنا. او خدي الراجل اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى، عشان هيتقي ربنا فيكي وعارف امور دينه ومش هيظلمك. لو عشت معاه هتعيشي حياة كويسة مستقرة. لو سبتيه هيديكي حقوقك، مش هيبهدلك. فعيشي مع، خدي الراجل اللي هو بيتقي ربنا فيكي، يتقي ربنا فيكي. ودام بيتقي ربنا هيتقي ربنا في حياته معاكي، وهتبقى أسرة جميلة، تبنوا بيت مع بعض، تكونوا أسرة كويسة، تعيشوا حياة طيبة ما فيهاش توتر ولا فيها قلق. لو انت اتجوزت الراجل اللي هو بعين زايغه، اللي هو مش بتملي يعني ما بيمليش يعني غير التراب، هتقعد حياتك دايما في مشاكل وفي نكد. النكد ده هيجي ازاي؟ الراجل اللي من النوعيه ديت بيبقى دايما مشاكله كتير، هتبقي متوتره. يعني انت هتاخدي بالك بقى من اطفالك او من شغلك او من بيتك او من حياتك، ولا هتاخدي بالك ان هو ماشي ورا دي وبيتكلم مع دي وبيعاكس دي؟ هتبقي دايما في قلق، هتبقي دايما في توتر، هتبقوا دايما في خناق. عيالك هيطلعوا نفسيتهم تعبانه لما يشوفوا الاب والام بيتخانقوا مع بعض وكل يوم مشاكل، عيالك هيتدمروا نفسيا. فملهاش اي لازمه. احنا بنقول بكلمه بسم الله الرحمن الرحيم، نتقي ربنا سبحانه وتعالى وناخد الانسان اللي يتقي ربنا فينا. وفي الفتره دي وفي فتره الخطوبه لازم تقربي من ربنا كتير جدا. لازم كتير جدا تستخيري ربنا. تستخيري ربنا يعني بتساليه، بتقولوا له يا رب انا ما انا ما اعلمش، انت علام الغيوب. يا رب اختار لي اللي في الصالح. تدعي ربنا كتير وتصلي كتير وتقربي من ربنا كتير جدا، عشان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هياخد بايديكي ويوديكي لطريق الخير. واشوفكم على خير ان شاء الله.